جنيه السبعينات هل هو ليه سعر ولا لا؟ هنعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. معانا هنا جنيه السبعينات، واضح كده. طبعا ناس بتسمع أسعار عن العملات، والأسعار ديت تكون غير صحيحة. بمعنى جنيه السبعينات مش مطلوب نهائي، وسعره بيكون يعني مثلا من 25 جنيه لحد 30 جنيه مصري. طيب مين بيشتري الحاجات دي؟ اللي بيشتري الحاجات ديت حد مثلا هاوي، بيكون حابب ان هو يحتفظ بالعملة ديت، وبيكون حابب ان هو يشتريها، لكن ما فيش اقبال عليها ولا في حاجة مثلا اللي هو بيكون مثلا تاريخ خطأ سك ليه، ولا ان هو مطلوب عشان الناس تبدأ ان هي تجمع الحاجات ديت ولا تدور عليها. الناس اللي هي هاوية مثلا عملات وحابة ان هي تشتغل في العملات والحاجات ديت كلها، متتعبش نفسك في حاجات مش مطلوبة وسعرها بيكون 20 جنيه او 25 او 30 جنيه مصري. لا، دور مثلا على الحاجات اللي هي النوادر، اللي هي مثلا تستاهل، اللي مش موجودة مع ناس كتير. لكن جنيه السبعينات متوفر وبكميات كبيرة جدا في السوق. مثلا هتلاقي من الجنيه السبعينات ده هتلاقي كميات كبيرة جدا في أي سوق، ومع كل الناس هتلاقي نفس الجنيه دوت. لكن انت تدور على الحاجة اللي هي فيها مثلا أخطاء سك، زي العملات اللي هي فضية فيها أخطاء سك. تدور على الحاجة اللي هي فعلا ليها سعر. طيب الناس اللي هي تقول ده احنا سمعنا فيديوهات بتتكلم عن ان الجنيه السبعينات دوت سعره غالي، انت حابب تصدق الناس اللي هي بتقولك سعره غالي، عادي براحتك صدقهم. لكن انا من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير جدا، الجنيه ده ملوش اي سعر غير 25 جنيه مصري لحد 30 جنيه مصري. طيب الناس اللي هي معاها عملات وعايزة تبيع العملات بتاعتها، هتبيعها ازاي؟ عندك جروبات الفيسبوك للعملات القديمة، تدخل تنضم للجروبات دي وتصور العملات بتاعتك وش وظهر، وتسيب رقم للتواصل. حابب انك تحدد سعر العملة، عادي جدا بتحدد سعر العملة. حابب السعر يجيلك تقييمات، برضو بتسيب السعر يجيلك تقييمات براحتك جدا. طيب الناس اللي هي بتبيع العملات بتاعتها بالكيلو، هل ده صح ولا غلط؟ بيع العملات بالكيلو قبل ما تفرزها غلط جدا، لان بعد ما بتبيع العملات بتاعتك بالكيلو تكتشف بعد كده ان كان عندك عملة مثلا فيها اخطاء سك او عملة من النوادر، وانت بتدخلها في سعر الكيلو وبتبيع العملة بتاعتك بالكيلو. لا، انت تقدر تفرز العملات بتاعتك، وبعد كده الحاجة اللي هي مش مطلوبة ومش من النوادر تبدأ انك تبيعها بالكيلو عادي جدا. اما الجنيه السبعينات مش مطلوب حاليا، وسعره بيكون من 25 جنيه مصري لحد 30 جنيه مصري. واللي بياخد الحاجة ديت حد بيكون حابب ان هو يحتفظ بالعملة. يا ريت تستفاد من الفيديو، ما تنساش تعملنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.